اول شي عندي هون 150 جرام من الزبدة، ذوبتهم شوي صغيرة بالميكروويف وخلطتهم هيك صاروا ناعمين. رح اضيف عليهم نص كوب من السكر كمان رح اخلطهم. رح اضيف عليهم 2 بيض، وتقريبا رح استخدم معلقة من هذا البهارات. ضفت عليهم شوي كمان من القرفة، كمان رح اخلطهم. ضفت نص كوب من الحليب كمان. اخر شي حطيت كوب من الطحين مع معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. هلا خليط الجبن اللي بدي احشي فيه الكيكة نفسها هو 200 جرام جبن فيلادلفيا، معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار طحين وبيضة. حطيت طبقة من خليط الكيك وراح احط الجبن، وهلا راح صب باقي الخليط فوق وعلى الفرن على درجة حرارة 175. وهيك الكيكة صارت جاهزة. حطيت عليها صوص من الجبن والحليب المركز محلى، وبالعافية.